الحرب دي لسه ما خلصتش، ويمكن اخطر ضربة امريكية لسه ما حصلتش. ترامب طلع بنفسه وقال ان في موقع ايراني جديد ممكن يبقى الهدف اللي جاي، وايران ردت وقالت لو حصل الهجوم الامريكي ده كل الجنود الامريكيين في المنطقة هم اللي هيدفعوا الثمن. طب هو احنا بقى كده رايحين على جولة جديدة من الحرب، ولا احنا رايحين ناحية حرب تصريحات وكلام وبس وفعل ما فيش؟ خلينا نفهم مع بعض الصورة من اولها. بعد الضربات الامريكية والاسرائيلية الاخيرة على المنشآت النووية الايرانية، ناس كتير افتكرت ان الملف النووي الايراني انتهى كده، لكن الحقيقة ان اللي حصل ده كان مجرد فصل جديد في الصراع، لان في موقع نووي عامل قلق كده لواشنطن وهو جبل الفأس. فلو اول مرة تسمع الاسم ده، فالمكان ده زي ما بتقول عليه رويترز هو اهم منشأة نووية ايرانية في المستقبل، وهنسمع اسم جبل الفأس ده كتير الفترة اللي جاية. وده السبب اللي خلى ترامب يتكلم عنه ويقول انه الهدف اللي جاي لامريكا، واننا ممكن نجرب نضربه قريب. ولما ترامب يذكر اسم الموقع ده بالتحديد، يبقى كده الرسالة وصلت وشكله كده الهدف اللي جاي فعلا. من الناحية التانية بقى، ايران بترد وتقول على لسان مصدر رسمي لشبكة CNN ان اي هجوم على الموقع الرد عليه هيكون مدمر، وان جنود امريكا وشركائها في المنطقة هم اللي هيدفعوا الثمن. وده بيأكد اهمية موقع جبل الفأس. طب ايه هو اصلا جبل الفأس ده، وليه امريكا مهتمة بيه بالشكل ده؟ تعال نبص على الخريطة كده، هنلاقي ان الجبل ده قريب جدا من منشأة نطنز النووية الايرانية، والفرق ما بينه وما بين اي منشأة نووية تانية في ايران انه معمول في قلب الجبل. تقارير امريكية بتقول ان الموقع ده تحت الارض ب 600 متر، والجبل نفسه متغطي بصخور الجرانيت. وده بياخدنا لسؤال تاني اهم، هل ده الموقع اللي ايران مخبيه فيه اليورانيوم المخصب؟ وهل امريكا متأكدة فعلا من اللي موجود جوه الجبل ده؟ الغريب بقى ان امريكا نفسها ما هياش متأكدة. ترامب قال ان واشنطن بتتابع الموقع بالاقمار الصناعية وبقدرات قوة الفضاء الامريكي، واللي بيأكد ان ترامب نفسه ما يعرفش اللي جواه كمان انه طالب ان ايران تسمح بدخول مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموقع ده. معهد العلوم والامن الدولي، وده واحد من اشهر المراكز اللي بتحلل الصور اللي جاية من الاقمار الصناعية، قال ان الصور اللي اتصورت للموقع ده في فبراير اللي فات باين فيها ان الايرانيين كانوا بيشتغلوا على تحصين مداخل الانفاق بتاعة الموقع ده. وصور ابريل ومايو لنفس الموقع بينت ان عربيات واليات البناء داخله خارجه على الموقع، يعني اعمال الانشاء مستمره، والمكان لسه تحت الانشاء. ليه بقى ترامب بيتكلم عنها دلوقتي؟ هنا بقى لازم نفكر بطريقه العسكريين. العسكري الشاطر مش بيستنى الخطر لما يظهر قدامه، لا ده بيحاول يمنع وجود الخطر اصلا قبل ما يبقى واقع. يعني لو انت شايف عدوك بيبني موقع زي ده، مش هتستناه لحد ما يخلص بناه بالكامل، لان بعد ما يخلص بناه ضربه هيكون اصعب بكتير. يبقى نضربه من دلوقتي احسن. طب ليه الموقع ده صعب ان امريكا تضربه دلوقتي؟ امريكا بجلاله قدرها تقدر تضرب الموقع ده لو قررت دلوقتي؟ الاجابه يا صديقي ما هياش سهله ابدا. زي ما قلت لك، المكان على عمق 600 متر تحت الارض، وده عمق ضخم جدا. يعني حتى قنابل امريكا الخارقه للتحصينات مش مضمون انها توصل للهدف ده بسهوله. وده معناه ان اي عمليه عسكريه ضد الموقع ده هتحتاج تخطيط مختلف تماما عن الضربات اللي شفناها قبل كده. ولو العمليه دي فشلت، هيبقى ليها تاثير سياسي وعسكري كبير جدا على ترامب نفسه، ويمكن يهدد مستقبله. طب هل بقى الموقع والجبل والجرانيت هو العائق الوحيد قدام امريكا؟ خد المفاجاه دي، المشكله مش في الجبل وبس، المشكله عند امريكا نفسها. تقول لي ازاي؟ اقول لك انا هنا في النقطه صفر بتكلم من مصادر مش من دماغي. تعال اكلمك على تقرير نشره موقع ميليتري ووتش ماجازين، بيقول ان الحرب على ايران استهلكت كميات ضخمه جدا من الذخائر الامريكيه والصواريخ الدفاعيه زي باتريوت وساد وتوماهوك. بس الاهم من الصواريخ دي هو القنابل الخارقه للتحصينات، يعني الاسلحه اللي امريكا بتعتمد عليها في اي حرب كبيره ما بقتش موجوده في مخازنهم بشكل كبير. ترد عليا وتقول لي يا بهاء دي امريكا دوله عظمى واكيد عندها منها كتير وتقدر تصنع تاني. المشكله ان تصنيع النوع ده من الصواريخ مش زي ما تصنع عربيه مثلا، دي عمليه ممكن تاخد شهور وممكن تعدي كمان السنه، لان في مصانع محدوده جدا هي اللي بتصنع المكونات بتاعه الصواريخ دي وبتاعه القنابل دي. يعني حتى لو الحكومه الامريكيه قالت للمصانع اشتغلوا باقصى سرعه، مش هتقدر تعوض اللي اتضرب في الكام شهر اللي فاتوا بسهوله. المحلل العسكري مارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجيه والدوليه CSIS قال ان امريكا استهلكت من تلت لنص الذخائر بتاعتها في الحرب على ايران. يعني كده امريكا مش هتعرف تضرب جبل الفأس. في اسم قنبله لازم تعرفها، وهي الGPU 57، ودي اكبر قنبله في العالم خارقه للتحصينات غير نوويه وموجوده في امريكا. ناس كتير فاكره ان القنبله دي سلاح يقدر ينسف ويضرب اي جبل. على فكره ده مش صح، لان قدره القنبله على الاختراق بتختلف على حسب نوع الصخور بتاعه الجبل اللي هتضربه، وسمك الخرسانه اللي معمول بيها
المنشأة دي. يعني مفيش حد يقدر يقول بثقة كده ان القنبلة دي قادرة انها تضرب اي منشأة تحت الارض. والدليل على كده لما امريكا استخدمت في حرب ال 12 يوم 14 قنبلة من نفس النوع ده، ما ضربتش يعني قنبلة واحدة منها، لا ده استخدمت 14 قنبلة علشان تضرب مواقع ايران النووية. وده معناه ان نجاح ضرب الاهداف اللي تحت الارض بيعتمد على تكرار الضربات ودقة التخطيط وتقييم نتائج كل ضربة. بس حتى امريكا لو قررت تضرب، هل عندها عدد كافي من القنابل؟ الاجابة قطعا لا. وزي ما قلت لك كده ان المخزون اللي عندهم قرب يخلص اصلا، وتصنيعها بياخد وقت طويل. يعني اي استخدام امريكي للقنبلة دي لازم هيكون بحساب. دلوقتي امريكا قدامها خيارين: يا تضرب جبل الفأس النهارده، يا تستنى لحد ما تتأكد ان ده موقع نووي، لان الضربة زي ما قلت لك بحساب كبير، وتهدد وتناوش كده بالضرب علشان تضغط على ايران في المفاوضات. بس الاكيد ان موقع جبل الفأس هنسمع عنه كتير الفترة اللي جاية. اكتب لي في الكومنتات هل امريكا فعلا قادرة انها تضربه، وتوقع معايا كده ميعاد الضربة امتى. خليك متابعني في النقطة صفر علشان تعرف كل جديد.